السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ما غرد بلبل وصرف وما اهتدى قلب وانشرى وما عم فينا السرور وفرح. الحمد لله ما ارتفع نور الحق وظهر وما تراجع الباطل وتقهقر وما سال نبع ماء وتفجر وما تلع الصبح وأسفر. صلاة وسلاما طيبين مباركين على النبي المطهر صاحب الوجه الأنوار الجبين الأزهر ما سار سفينة للحق وأبهر وما على نجم في السماء وأبهر وعلى آله وصحبه خير أهل ومعشر. صلاة وسلاما إلى يوم البعث والمحشر. أما بعد. Ladies and gentlemen, firstly, we would like to say thank you very much for all the teachers of Ulumuddin who have educated and guided us so that we can pass the national exam successfully. Thank you very much for your dedication. We know that your advice, guidance, motivation have made us better not only in thinking but also in attitude. My teacher, we realize that we cannot give you any reward. It seems there are not a single reward that can be representative of our thankfulness for your merit. We can only give you gratitude and pray. May God repay your kindness. May God always bless you all. إخواتنا الكرام، في حياة كل منا أيام مشهودة تبقى في الذاكرة لا يمحوها الزمان، ويأتي يوم التخرج إلى سعد بين تلك الأيام تظل ذكره مصاحبة لرحلة الحياة ونقطة الانطلاق نحو آفاتها الرهبة وأعمالها العريضة. يسعدنا اليوم أن تشاركنا هذه فرح يوم حصاد وتتويج لجهد الدائم ومتواصل بذلتموه على امتداد حياتكم الدراسية في هذا المحل العظيم اسمه وحققتم خلالها كل متطلبات النجاح وإلى الحظ الدافئ وإلى ملجأ الذي أفر إليه كلما ضاقت بي الدنيا آباءنا وأمهاتنا. نعتذر لكم عن كل لحظة جفاء قلبكم بها وعن كل عمل أسيناكم فيه. تعلمون أن هذا الاعتذار لا يكفي، فواجبنا أكبر من هذا بكثير. ساهمتم بكل معاني الحب والعواطف والمشاعر لبناء القيم والأخلاق الحميدة لأبنائكم وبناتكم. كما أتوجه إلى المتخرجين الأعزاء بالتهنئة القلبية ونشارك آباءنا وأمهاتنا وأحبائنا فرحنا بكم. انطلقوا إلى الدروب بالنجاح معززين بالعلم والإيمان، فبهما تتحقق العمل وتتجسد الرؤيا ومدد جسور التواصل بيننا، فأنتم عمل الحاضر وبنات المستقبل. وفقكم الله وسدد خطاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.